انا متعلقة بيه جدا، يعني هو مش بيعمل حاجة غلط، وانا بالنسبة له كل حياته بيخاف عليا جدا. بس ساعات بيتضايق لما بخرج مع اصحابي او اخواتي، ودايما بيعلق على لبسي انه مش لايق عليا، بس هو بيغير عليا، اكيد بيغير عليا. طيب قوليلي، لما بترفضي حاجة أو بتعبري عن رأيك في حاجة بيتعامل معاكي ازاي؟ هل بيحترم المساحة دي؟ هو يعني اغلب الوقت بصراحة بيفضل محسسني ان انا بغلط كتير، وبيفضل محسسني بالذنب. ما هو اكيد انا بغلط، بس هو بيقولي ان انا انانية ومش بفكر غير في نفسي لو فكرت اعمل حاجة من غيره. بس هو بيقولي ان ده خوف عليا، ودايما بيقولي ان الناس وحشة وما يستاهلوش ان انا اثق فيهم، ولازم اثق فيه هو بس، مثقش في حد تاني. عارفة، في ناس دايما فاهمة الخوف والاهتمام غلط، بس هي في الحقيقة بتبقى مجرد سيطرة وتحكم. قوليلي، طيب بتبقي مرتاحة معاه في الكلام؟ يعني لما بيحصل معاكي حاجة تفرحك هو أول واحد بتجري عليه تحكيله، أو حتى لو حاجة زعلتك؟ صراحة أنا بضطر كتير أخبي عليه حاجات، لأني ببقى خايفة من رد فعله. أنا نفسي أقوله ويشاركني، بس بخاف يعمل لي مشاكل، مع إني مش بحب أكذب أبدا، بس بقيت بعمل كده عشان أريح نفسي وخلاص. وبرضه بفضل خايفة يعرف إني خبيت مثلا إني صحباتي عزموني معاهم في مكان. يعني من الآخر مش حاسة بالأمان. العلاقة اللي تخليكي تكدبي وتغيري طباعك الكويسة لمجرد انك تحاولي تريحي دماغك او ترضي اللي معاكي على حساب نفسك، دي مش علاقة ناجحة. هو دايما بيقول اني ما بفهمش، وان محدش غيره هيستحملني لو سبته، واني المفروض احمد ربنا وابقى ممتنة جدا ان هو قادر ان هو يبقى معايا. بس انا تعبت بجد ومش مرتاحة. في ناس بتغلف السيطرة بالاهتمام ويقنعك انه خوف عليكي عشان تفضلي دايما محتاجاله، بس الحقيقة الشخص اللي بيحبك مش هيخليكي تحسي انك قليلة معاه ابدا، مش هيخليكي تكوني صورة سيئة من نفسك او يغيرلك سلوكك للأسوأ، ومش هيوجعك ولا هيخوفك، وتبقى علاقتك بيه قايمة على التبرير والعقاب وأعصاب مشدودة دايما طول الوقت. خدي كده خطوة لورا وشوفي الصورة صح من بعيد وكاملة، واسألي نفسك، هل العلاقة دي بتطمني ولا طول الوقت خايفة وشاكة في نفسي؟ هتلاقي الإجابة واضحة قدامك، وساعتها القرار برضه هيبقى واضح، بس محتاج منك الشجاعة مش خوف. انتي قوية، وانا هنا عشان افكرك بده.